بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك لكم هذا اليوم العظيم الذي هو من أيام الله، بل هو من أعظم أيام الله التي يحتفل بها أهل السماء أكثر مما يحتفل بها أهل الأرض. وأنا أريد أن يكون كلامي منوع لأن المجلس يقتضي ذلك، باعتبار أن اليوم يوم احتفال ولا يتناسب مع الأبحاث العلمية الدقيقة. أولاً، القسم الأول مختصر. أنا كمستبصر رأيتم كتابي رحلتي من الوهابية إلى الاثني عشرية، والكتاب مطبوع وموجود، أو مناظراتي مع زعماء الوهابية، منها مناظرة الزلزال مع شيخ الوهابية عثمان الخميس. ولكني أرى بأنه من العيب علي كمستبصر أن أتحدث عن أمير المؤمنين وأنسى أئمة المستبصرين. إمام المظلومين يتمثل بأبي طالب، لأنني كمستبصر عانى من الهجرة ومن الضيق ل40 عام. أرى أن أكثر من ظلم وعانى وهو أشبه الناس بالمستبصرين هو أبو طالب. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أنا لما استبصرت تعرضت للظلم وللاضطهاد وللهجرة. المستبصر يعاني بنفس المشكلة التي عانى منها مثل أبي طالب وفاطمة بنت أسد. ولذلك نحن عندما نتحدث عن علي مما يرضي قلب علي أن نتحدث عن أمه وأبيه، لأن هذا يرضي كل إنسان. كل إنسان إذا أردت أن تدخل إلى قلبه فتحدث عن أبيه وأمه. هؤلاء عاشوا مظلومية تشبه مظلومية المستبصرين. المستبصر يدخل إلى مذهب جديد، مذهب آل محمد، ويعيش في البداية نفس الحالة التي عاش معها فاطمة بنت أسد، نفس الحالة، ومثل أبي طالب يضطر في البداية أن يخفي استبصاره تماما، كما أن أبا طالب أخفى حقيقة خطيرة جدا، واضطر أن يتماشى مع المشركين وأن لا يعلن حقيقة إيمانه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الوقت نفسه هو يعاني من مشكلة كبرى. من جهة يجد أن القيادة الكبرى السياسية لأبي سفيان، هو القائد السياسي، وأبو سفيان محنك وسياسي خطير جدا. أبو طالب معروف أنه شيخ قريش، ولكن المشكلة أن قيادته كانت قيادة معنوية، لكن المال
والسياسة والتجارة والقدرة العسكرية بيد أبي سفيان، وأبي سفيان داهية. أبو طالب كان حكيم بغض النظر عن المقامات الإلهية التي كان حكيم. كيف يستطيع أن من جهة يحافظ على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جهة أنه يعلم بأن الموقف خطير جدا؟ اجتمع الناس ليقتلوا النبي الأكرم. أبو طالب ماذا يصنع؟ يعرف أن القوة العسكرية، يعني قائد القوة المسلحة، وزير الدفاع، وزير الاقتصاد، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، هو أبو سفيان. تعرفون أبو سفيان لماذا لم يخوض معركة بدر؟ غيره لو كان أبو سفيان حضر بدر لكان لا قيمة للبقية كلهم، لأن الاتفاقية لا بد أن يكون القائد السياسي من بني أمية. أبو جهل ليس من بني أمية، ولكن الغياب. فماذا يصنع أبو طالب؟ رأى أنهم اجتمعوا ليقتلوا نبي الله الأكرم. ما كان يستطيع أن يحمي الرسول لو أعلن أنه أنا على دين رسول الله، انتهى خلاص، سينتهي. فإذن هو هو إمام المستبصرين من حيث المظلومية، فأخفى استبصاره وأخفى إيمانه، ثم عرف أن القوة العسكرية لا تواجه. فماذا صنع؟ الرسالة المشهورة التي انتشرت الآن مكتوبة بإمكانكم أن تدخلوا إلى شبكة العنكبوتية فقط. أرسل رسالة تحذيرية إلى جميع قادة الشرك، إلى أبي جهل، إلى أبي سفيان. قال لهم: إذا قتلتم محمد فلن يبقى زعيم من زعماء قريش حيا يمشي على الأرض. يعرف القوة العسكرية تواجه بالقوة العسكرية، فهم عرفوا أن حياتهم في خطر. شكل قوة عسكرية خطيرة جدا، وكان يقول القوة المسلحة: إذا خرج هذا الشاب فيشكل 3 جبهات، جبهة تمشي من أمام، وجبهة تمشي من الخلف، وجبهة تمشي في الوسط. هذا الدور هو دور إمام المستبصرين أبو طالب. ومن هنا عندما ننظر إلى نفس الشيء، فاطمة بنت أسد إمامة المستبصرين لأنها عاشت نفس المظلومية. وأبو طالب يتميز أنه كان أخ شقيق لعبد الله ولحمزة، كانوا 3 من أم واحدة، وكان أبو لهب من أم أخرى. من هنا أتت العداوة، ومن هنا يأتي دور الأم في التربية. وكان كذلك حمزة بجوار أنه كان أخو النبي من الرضاعة، حتى تدركوا أهمية العلاقة بين حمزة وأبي طالب. كانت علاقة غير عادية، ولكن المشكلة أبو طالب كان يعاني، ولهذا ما فكروا. حتى أنا قرأت أن حادثة نوم الإمام علي في المبيت ليست المبيت الوحيد، أنه في شعب أبي طالب، وهذا مهم جدا، أن المحاصرة لبني هاشم تمت في شعب أبي طالب، والمحاصر الرئيسي والمهدد الرئيسي هو أبو طالب. قريش كانت تعلم لولا حماية أبي طالب، لأن أبو طالب كان محنك، استطاع أن يوحد الحزب الهاشمي من مشركين
ومن منافقين، حتى من المنافقين بني هاشم، ومن مسلمين ومن موحدين، يوحدهم تحت حماية محمد. احموا محمد بغض النظر عن انتماءكم. واستطاع أن يقودهم جميعا أنه في المبيت في كتب أهل السنة كان أبو طالب في شعب بني هاشم إذا حان الليل أمر الإمام علي أن يبات محل محمد. يعني لم يكن المبيت اليتيم، بات فيه عشرات المرات. هذه نقطة مهمة. النقطة المهمة جدا كذلك في هذا اليوم، أنا في كتابي تجربتي مع أمير المؤمنين، من الأمور المهمة، أنا أول ما دخلت وانتقلت، وذكرت هذا في كتابي رحلتي من الوهابية الاثنى عشرية، أول ما دخلت إلى المذهب أنا كنت أفكر لماذا الله بعظمته، الله بجلاله، الله بجبروته، ثم رسول الله وهو أفضل من خلق الله، ثم فاطمة الزهراء سيد الإنسان، لماذا لم يقولوا عن خصوم الإمام علي نواصب؟ مهم جدا. نحن مثلا في الثقافة السنية والشيعية والوهابية يطلقون على خصوم الإمام علي نواصب، لكن لماذا الله في كتابه لم يذكر كلمة نواصب؟ النبي لم يذكر كلمة نواصب، فاطمة الزهراء لم تذكر نواصب، ما هو السر؟ فكنت أفكر في هذه القضية مهم جدا. استخدموا في خصوم أمير المؤمنين كلمة منافق، وهذا مهم جدا. هذا الأمر له دلالة. الله سبحانه وتعالى ما ذكر النواصب في القرآن، لكن ذكر المنافقين في مئات الآيات. والنبي ما قال ما يبغض علي إلا ناصبي، قال ما يبغض علي إلا منافق. فاطمة الزهراء نفس الشيء، في خطبها كلها ما ذكرت النواصب، قالت فلما مات ظهرت فيكم حسيكة النفاق. أنا بدأت أبحث ما هو السر الإلهي، لأن الله عندما يختار الكلمات شأن الله في كلماته كشأن الله في مخلوقاته، فكما يخلق وهو أعظم الخالقين وهو خير الخالقين، كذلك عندما يختار الكلمات هو الله. لماذا اختار كلمة منافق؟ الله اختار كلمة منافق لعلي، هذا هو السر. الناصبي، أنا أضرب لكم مثال حتى نعرف الدقة الإلهية والدقة المحمدية والدقة الفاطمية. الناصبي ما هو نموذجه؟ الناصبي مثل شمر بن جوشن. لو ذهبت إلى قلب السعودية الآن، أنا كنت أدرس في السعودية في الرياض، في عاصمة محمد عبد الوهاب في الدرعية، في قرن الشيطان الذي من هنا قرن الشيطان، وقلت لهم شمر بن الجوشن، يقول لعن الله شمر بن الجوشن، هذا ناصبي. الخطر ليس من الناصبين، لا تجد مسلم في الأرض يقدس شمر بن الجوشن، يلعنه الوهابي والسلفي والداعشي والزرقاوي والسني وكل المسلمين في الأرض. لكن المنافق مثل من؟ لأنه أنا كنت أعشق ابن تيمية. المنافق مثل ابن تيمية. ابن تيمية أسس مؤسسة الآن تمتلك في حدود ملايين المساجد في العالم،
مؤسسة النفاق هي التي تشكل خطر. ثانيا، الله اختار كلمة المنافق لأنك عندما تدخل كتاب الله ستجد صفات المنافقين: المكر، يخادعون الله، يقولون ما لا يفعلون، يتكلمون. ولهذا شوف، ظهرت فيكم حسيكة النفاق. المنافق أخطر. شم جوسا أخذ الإمام الحسين وذبحه أمام الناس فانتهى دور خلاص. هذا لا يأتي ابن تيمية. أنا كنت كتبت كتاب ضد الإمام علي بسبب أنني تأثرت بالمنافقين لا بالنواصب. ابن تيمية يأتي في كتاب منهاج السنة 40 صفحة يمدح الإمام علي، ثم يدس السم في العسل. يأتي بكلمة مثل واحد يأتي إليك ويقول لك: والدك أقام الليل، والدك يصلي في أول وقت، والدك صوام زاهد مؤمن، لكنه في المال يأكل المال من حله وحرامه. يدس السم في العسل. ولهذا لما خرجت رسائل دكتوراه في السعودية، ابن تيمية لم يكن ناصبيا. أنا قلت للوهابية، قلت ابن تيمية لا شك أنه غير ناصبي. قالوا: جزاك الله خير أنك اعترفت. قلت لهم: نعم أعترف أنه لا ناصب، لكنه منافق وهذا أخطر. قال لي: المنافق أخطر من الناصبي؟ قلت: نعم. قال لي: كيف؟ قلت: لأن المنافق في الدرك الأسفل من النار، يعني المنافق في العذاب أشد من الناصبي. لأن من يلعن الإمام الحسين ويذبح الإمام الحسين كاسم جوسن لا يؤثر في البشرية، لكن أنتم في الوهابية تكتبون فضائل الإمام الحسين في 10 مجلدات، وتكتبون مثالب الإمام الحسين في 100 مجلد. يعني تذبحون الإمام الحسين بالعطبة، بأسلوب الحرب الناعمة، الحرب الباردة، وهذا تستطيعون أن تؤثرون في العالم أكثر. ولهذا سماكم الله بالمنافقين، لأنكم تظهرون، تكتبون كتاب 50 مجلد عن الإمام المهدي، ثم تفجرون بيت الإمام المهدي في سامراء. هذا هو النفاق. تتحدثون عن الإمام الحسين في 100. الآن واحد وهابي عنده موسوعة فاطمة الزهراء. واحد اتصل بي قال لي: يا عصام، أنت تتحامل على الوهابية، هذا عنده موسوعة كاملة الزهراء. قلت له: هل قرأت الكتاب؟ قال: لا. قلت: الكتاب ذبح السيدة الزهراء بعطبة لو قرأت الكتاب. قال: لكن ذكر 4 مجلدات فضائل الزهراء. قلت: اقرأ ما بعد المجلد الخامس. هم يدسون السم في العسل. من المجلد الخامس بدأ يذكر مثالب الزهراء. هذا هو النفاق الذي دمر الحقيقة. ليس عبد الله بن أبي، لأن هذا كان ظاهر في عداوة الدين وكان مشرك. عندما تأسست مؤسسة النفاق أصلا وبدأت تبين أن محمد رسول الله لكنه يهجر. شوف، هذا هو النفاق، أنك تقول أنه نبي ثم تقول أن الرجل يهجر. يعني أنك تظهر شيء وتقول شيء. ثم تأسس هذه المؤسسة لما واجهوا النبي بالكفر والشرك. والله ما قال إن المشركين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين. يعني أن المنافق المخاصم في مصطلح النبي وفي مصطلح القرآن، المنافق هو المخاصم للإمام علي ولو كان مؤمنا. ولهذا أنا قلت لواحد قال لي: يا عصام، أنت تقول أن كنت ناصبي. قلت: لا، أنا ما كنت ناصبي. قال لي: يعني ماذا؟ أنت كنت وهابي؟ قلت: أنا كنت منافق، وهذا المنافق ألعن من الناصبي. نحن نبرز. أنتم الآن تكتبون عن فضائل الإمام الحسين. قال: صحيح، نكتب نحن الوهابية، نحن كتبنا مئات الكتب عن الحسين. قلت: ولكن لديكم فضائل أمير المؤمنين يزيد. قال: نعم. قلت: هذا هو النفاق، هذا هو عين النفاق.
تكتب عن الله وتمجد الله ثم تمجد الشيطان. هذا هو النفاق، هذا هنا المكر، هنا الخداع. شارع أمير المؤمنين يزيد ثم تكتب عن كربلاء وتمنع كربلاء وتتكلم وتتمسخر في عاشوراء وتتمسخر في ثورة الحسين. قال لكن أنا أعتقد أن الحسين سيد شباب أهل الجنة. قلت هذا هو النفاق، سيد شباب أهل الجنة. ثم لما تأتي إلى حديث الاثني عشر قلت له حديث الاثني عشر أنت، قال ابن تيمية يقول أن الحسين سيد أهل الجنة. قلت لما أتى إلى حديث الاثني عشر ماذا قال؟ قال ابن تيمية أن يزيد من الاثني عشر والحسين ليس من الاثني عشر. قلت أليس هذا هو النفاق؟ ولذلك أطلق عليكم الله المنافقين. ولهذا أنا دائما قال لي واحد لماذا أنت تنتصر في المناظرات معهم دائما تنهى؟ قلت لأنني أعتقد أن الله وصف المنافقين في القرآن، وأعظم صفة في المنافقين الكذب. فلذلك عندما يأتي شخص وهابي ويقول كتاب الدرر المنثور للسيوطي غير معتبر، أنا أقول إما أن يكون الله والعياذ بالله كذب، ومحمد كذب، وعلي كذب، وفاطمة كذب، إما أن هذا الوهابي كذاب. قال لي كيف؟ قلت له أنت في مقياس السماء منافق، والمنافق كذاب. فإذا قال لك هذا الحديث غير معتبر إياك أن تصدقه، وإلا أنت ستكذب الله. أنت اكتب في الذكاء الاصطناعي عندما يقول لك هذا الحديث غير معتبر ستجد أنه معتبر. يقول لك كتاب السيوطي غير معتبر، اعرف أن الله حكم عليهم بالنفاق. قال لي أنت كنت منافق تكذب. قلت هو أصل البناء كذب. عندما تقولون أن الإمام علي هو الخليفة الرابع هذا نفاق، لأنه كذب، والكذب هو أس النفاق. كيف تجعلون الإمام علي رابعا؟ قلت هذا هو النفاق. النفاق هو الكذب. هذه كذبة كبيرة جدا. تأتي إلى أمير المؤمنين تجعله خليفة رابع ثم تقول أن هذا ليس نفاق. كذب واضح جدا. لأن هذه نقطة معينة. أنا لا أريد أن أطيل عليكم لأن المجلس مجلس احتفال، ولكن أنا ذكرت هذه كملاحظات، وهنالك كثيرة موجودة في كتابي تجربتي مع أمير المؤمنين، لكن أكتفي بهذا القدر لأن الغرض في هذه المجالس هو التعبد بذكر أمير المؤمنين، وليس الغرض البحث المطول. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.